الصورة اللي قدامك دي صورة اتشهرت على مواقع التواصل الاجتماعي من ساعات، والناس بتقول ان الاعلام الكوتيفواري والسوشيال ميديا بتاعتهم بيتريقوا على مصر وبيقللوا من الماتش بتاعنا وان الماتش سهل والكلام ده. صراحة الحاجات دي انا ما بصدقش فيها وما بقتنعش بيها قوي. تاريخ مصر قدام كوت ديفوار كبير، مصر كسباناهم 10 مرات، كوت ديفوار كسبانه مرة واحدة بس. يعني الارقام طبعا ملهاش اي علاقة، بس يعني انا شايف ان مصر مش المنتخب اللي حد يقلل منه، وان الحاجات دي يعني ما بتجيش معانا وبتيجي بطريقة عكسية. بس اللي انا شايفه اوحش من ان منتخب كوت ديفوار يكون او السوشيال ميديا بتاعتهم يكون هم اللي عملوا الصور دي. فانا شايف ان اللي اوحش من كده ان السوشيال ميديا بتاعتنا تبقى هي اللي عملت الكلام ده، وخلاص عرفوا ان المنتخب بتاعنا واللعيبه بتاعتنا ما بقوش يجوا غير لما يتنرفزوا او الناس تبدا تسف عليهم وتقلل منهم ومن مستواهم. يا رب اللعيبه تبقى واخده بالها من الحته دي، والجهاز الفني يبقى شايف النقطه دي، ان انا الناس بدات تقلل مني، والاعلام بتاعي حتى والسوشيال ميديا بتاعتي بدات تعمل حاجات اللي هو انا لازم بقى اعمل لك صور وحشه ومفبركه ومش عارف ايه واقلل منك عشان تنزل الماتش وتعرف انك جامد. ويا ريت الحاجات دي يعني نخلي بالنا منها واللعيبه تاخد بالها، عشان النهارده ماتش مش هيبقى مستحمل اي حاجه، مش مستحمل غلطات. ماتش هيبقى لا اما هتكسب وتعدي، لا اما خلاص هتلم شنطك وتروح، وان شاء الله ده ما يحصلش. واشوفكم بعد الماتش.